تعالى في الفيديو ده اما اقول لك ازاي بعرف امشي الوجبات بتاعتي في خلال شهر رمضان على مدار اليوم. اول وجبه ببتدي بيها وهي عباره عن 250 جرام من البطاطا وقطعتين من الفراخ اللي هما في حدود 100 جرام، ومعاهم كبشه من اللوز في حدود 25 جرام، ومعاهم الخس. ودي تعتبر اهم وجبه عندي بالنسبه لي، عشان كده انا بعلي دايما فيها النشويات علشان اعرف ادي في التمرين كويس. نيجي بقى لتاني وجبه بخليها 50 جرام من البطاطا المشويه. انا بصراحه مش بحب اعلي في الكارب قوي عشان جسمي ما يكونش خملان واعرف ادي في التمرين كويس. ومعلي البروتين معاهم بخليهم في حدود 200 جرام من الفراخ، ومعاها 25 جرام من اللوز والخس. نيجي لتالت وجبه بدخلها وهي عباره عن تفاحيه وخمس معالق من الزبادي 75 جرام، ومعاهم الخس. طبعا الزبادي ده يعتبر من البروتين الكازين، وده دايما احنا بنحتاجه في خلال الشهر دوت. نيجي لاخر وجبه وهي العظمه اللي فيه، وان انا بحب اخليها 50 جرام من البطاطا ومعاهم 300 جرام من الجبنه القريش، وده علشان فيها بروتين الكازين اللي بيحافظ على العضلات بتاعتك في خلال فتره الصيام، ومعاهم الخس.